فضي. بصوا يا ولاد الكفته، بصوا الكفته بالصلاه على النبي. الطريقة الوحيدة اللي هتطلعها مظبوطة معاكي وزي بتاعة المحلات وبل أفضل كمان. هاتي بصلتين كبار وفرميهم فرم ناعم جدا في الكبة، وحطي عليهم معلقة صغيرة من بهارات الكفتة، نص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الكزبرة المطحونة، وعلى طول هتجيبي معلقة كبيرة ممسوحة من الملح. حلو، حلو قوي. المكونات اللي هقولها لك هي لكل كيلو من اللحمة المفرومة: معلقتين كبار من النشا، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان هتضيفي كوباية من البقسماط المطحون. حلو، حلو قوي. صلى على الرسول كمان مرة. ولو بتشوفينا لأول مرة ياريت تعملي متابعة للصفحة، بننزل وصفات سهلة وبسيطة، وإن شاء الله لما تجربيها تطلع معاكي ناجحة دايما بإذن الله. يلا نكمل وصفتنا. بصوا بقى كمان معايا حبات فلفل اخضر، شطه بقى، شطه خضراء وشطه حمراء، فرمناهم في الكبه ناعم قوي. وقلبي المكونات دي مع بعضها. ويا ست الكل هاتي بقى كيلو اللحمه بتاعك اللي فيه نسبه 20% دهن، علشان خاطر تخرج معاكي كفته مظبوطه جدا. اللحمه بتكون مفرومه وشين. بصوا التكرار بيعلم الشطار. لازم اكرر معاكم الكفته يا جماعه اللي محيره الناس وبتفك منها ومبتطلعش متماسكه وبصوا لا، احنا هنعالج كل ده بطريقه سهله وبسيطه. مكونات قلتها لك وان شاء الله اكتبها لكم برضو في الكومنتات. ضيف اللحمه بقى يا ست الكل وهنبدا نعجن حلو قوي. بصوا اللحمه دلوقتي مفروله من بعضها اهي، مفيش انسجه ماسكه كده ايه اللحمه. طب نعمل ايه؟ نضيف الاول حزمة من البقدونس الأخضر متقطع ناعم، وهناخد الورق بس قبل ما نعجن. خلاص. ونعجن بقى كويس كده، يعني تقريبا بصوا طلعي غلك وغزك في عجينة الكفتة دي. اعجني 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 لحد لما تكون معانا بالشكل ده. بص بقى فتلت كده وعملت أنسجة. حطها في التلاجة تريح لها نص ساعة كده على الأقل، وعلى طول بقى نبدأ نصبع فيها بعد ما نسيبها تستريح. واحنا عامة بنتبل ونجهز الحاجات دي قبل الإطعام بيوم، علشان خاطر تاني يوم نجهز ونسوي على طول. تاني يوم بقى هنا بدأنا ان احنا نصبع الكفتة بعد ما سبناها اتبلت حلو قوي. بندهن ايدينا دهنة بسيطة من الزيت. بصوا هنا بقى انا بستشير صحابي الحجم ده كويس ولا ايه، طب لا صغري لا كبري لا مش عارفه ايه، وامركم شورى يعني. لازم نستشير بعضينا، ما هو الإطعام بيكون بصوا مساعدة مننا كلنا. بصوا بقى، فقررنا ان احنا نعمل الصابع بالحجم ده كده. ده هيكونوا صابعين، كل طبق هيكون فيه صابعين من الكفتة. خلاص. انا بعمل الصابع بالشكل ده. وعلى فكرة لما بترفعيها شوية على الخلة بالشكل ده بيكون طعمها افضل كتير من التخينة. هتكون معانا بالشكل ده. طبعا انتوا عارفين ان احنا ما عندناش في المطبخ سيخ اللي هو السيخ الحديد، وبصراحة انا مش عايزاه اصلا يعني. الشواية بتاخد معانا عدد كفتة اكتر. هقولك ازاي اللي بيشوفنا لاول مرة يعني، لكن اللي شافونا قبل كده عارفين ان احنا بنشوي الكفتة ازاي. بص بقى يا ست الكل، هات الشبكة وابدأي بقى اخلعي كده او طلعي او خرجي الكفتة من العصيان بتاعت الشيش، واحط بقى الصوابع جنب بعضها بالشكل ده. بصوا بقى جمال الكفتة بتاعتنا متماسكة بقى وزي الفل. حبة تشويها في الفرن، حبة تشويها على الفحم، حبة تحطها في صينية وعلى عين البوتاجاز من فوق. سوي بالطريقة اللي تريحك والطريقة اللي انت عايزاها. الكفتة يا جماعة ما شاء الله زي ما انتم شايفين متماسكة وحلوة قوي قوي. هنملى بقى الشبكة دي. الشواية اللي عندنا بتاخد شبكتين. اولع الفحم بقى كده واظبطه على ما اصحابي يكونوا بقى خلصوا تصبيع الكفتة. خلاص انا بقى احط شبكتين بعد ما الفحم ولع وفردته في الشواية. يا سلام يا سلام بقى على الريحة كده والبهاريز دي بقى كمية الكفتة، اللهم بارك الله اكبر. يا سلام على الريحة. من وقت للتاني ببدأ ان انا اقلب الكفتة وشمي بقى ريحة الكفتة المشوية على الفحم. مفيش اجمل ولا اسهل من كده. ما تنسيش بقى تحط لايك. محمد بقول لكم حطوا لايك. عجبته الكفتة الجميلة، الكفتة بألف هنا يا رب وشفا على اللي هياكلوا الكفتة النهاردة. ما شاء الله شايفين الجمال يا ولاد، حاجة كده ايه، حاجة كده ايه، ضرب نار الكفتة بتاعتنا. اللي يعمل زينا برضو نقول له اهلا وسهلا.
تمام. بصوا بقى الجمال. خلاص جنبي طبق كبير او حله الكفته اللي بتستوي بفضيها فيها علشان خاطر تفضل سخنه لحد لما نخلص كل الكميه يا جماعه. وما شاء الله اللهم بارك، الكفته بتاعتنا النهارده كانت تحفه. وهي دي الطريقه اللي انا خلاص اعتمدتها في كل مره بعمل بيها الكفته. تمام. قدمنا مع الكفته فراخ، ويا سلام بقى على الفراخ وجمالها. يا نهار ابيض، هنزل لكم طريقه الفراخ. وكمان الوجبات بتاعتنا كانت عبارة عن فراخ وكفتة ورز مصري عامل نفسه بسمتي. بس كده. اتمنى حلقتنا النهاردة تكون عجبتكم، ويا جماعة ما تنسوش بقى تكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. وده كان شكل الوجبات بتاعنا النهاردة، بألف هنا وشفا اللي اكلوا من عندنا من المطبخ النهاردة. واستنونا في حلقات تانية كتير ان شاء الله، ومع السلامة.